أهلا بكم أولى إعدادي، ومعانا النهاردة أول درس عندنا في الترم الأول بعنوان أفريقيا، الموقع والكشوف الجغرافية. أيوة، هنتكلم السنة دي عن قارة أفريقيا، وهنعرف مع بعض معلومات كتيرة عنها. طب اشمعنى قارة أفريقيا دي بالذات اللي هنتكلم عنها، وإحنا عندنا قارات تانية كتير غيرها؟ أقول لك أنت ناسي إن مصر بلدنا بتقع في المنطقة ديت، يعني بتقع في قارة أفريقيا، يعني أنا وأنت بنعيش فيها، عشان كده بنقول عليها قارتنا الأفريقية. قارتنا الإيه؟ الأفريقية. يعني القارة بتاعتنا. فقال لك بقى أنا عايزك تعرف شوية معلومات عن القارة بتاعتكم دي. معلومات زي إيه؟ قال لك أول معلومة عايزك تعرفها إن القارة ديت تعتبر من قارات العالم القديم. إحنا عارفين إن إحنا عندنا في 3 قارات بنعتبرهم من قارات العالم القديم، وقارات أخرى بنقول عليها قارات العالم الجديد. خلينا دلوقتي في قارات العالم القديم اللي هم آسيا وأفريقيا وأوروبا. فأفريقيا تعتبر من قارات العالم القديم. تاني معلومة عايزك تعرفها إن قارة أفريقيا تقع وسط قارات العالم القديم. تقع وسط قارات العالم القديم، يعني تقع بين قارة آسيا وقارة أوروبا. كمان عايزك تعرف إن قارة أفريقيا دي تعتبر ثاني قارات العالم من حيث المساحة، بعد قارة إيه؟ أيوة شطار، بعد قارة آسيا. مساحتها بتبلغ 30.4 مليون كيلو متر مربع. يعني بتساوي كام؟ بتساوي 20% من مساحة القارات. تساوي 20% من مساحة إيه؟ القارات. طيب، يبقى احنا عرفنا كده مساحة قارة أفريقيا كام؟ 30.4 مليون كيلو متر مربع، اللي هي بتساوي 20% من مساحة القارات. فكده احنا عرفنا أول حاجة في درسنا النهاردة إيه؟ 3 معلومات مهمين عن قارة أفريقيا. إن هي من قارات العالم القديم. تاني حاجة إن هي تقع وسط قارات العالم القديم. تالت حاجة إن هي ثاني قارات العالم من حيث المساحة بعد قارة آسيا. أيوة، آسيا هي أكبر القارات مساحة. تمام؟ طيب، بعد كده إحنا عايزين نعرف إيه؟ هو عنوان درسنا كان بيقول إيه؟ كان بيقول إن إحنا هنتكلم عن إيه بالظبط؟ قارة أفريقيا. أقول لك عن حاجتين اتنين. بس أول حاجة الموقع بتاعها فين، يعني هي موجودة فين. وتاني حاجة اسمها الكشوف الجغرافية. الكشوف الجغرافية ديت يعني إيه؟ يعني هنعرف مين اللي اكتشفوا وعرفوا كل حاجة عن قارة أفريقيا، وإزاي حاولوا يوصلوا لكل حتة فيها. دي اسمها الكشوف الجغرافية. المهم إن احنا هنبدأ كلامنا عن موقع قارة أفريقيا. بس استنى لما أقول لك. فاكر لما كنت بقول لك قبل كده، لما يسألني ويقول لي موقع أي حاجة، إحنا عندنا كم نوع من الموقع في الدراسات؟ أيوة صح، هما 2. موقع اسمه موقع جغرافي، وموقع اسمه الموقع الفلكي. أهو أنا بقى عاوزك تعرف ليا الموقع الجغرافي لقارة أفريقيا، وكمان تعرف ليا الموقع الفلكي. طيب، بس أنا ناسي يعني إيه الموقع الجغرافي. يعني إيه الموقع الجغرافي؟ أقول لك. الموقع الجغرافي ده أنت بتجيب خريطة، بتشوف إيه بالظبط الحاجات اللي حواليها، المية واليابس. يعني الموقع بالنسبة لليابس والماء. يلا بقى نحط كده الاتجاهات عندنا: الشمال والشرق والجنوب والغرب. فنيجي نشوف الاتجاهات بتاعتنا، هنلاقي من جهة الشمال يحدها البحر المتوسط. يحدها ايه؟ البحر
المتوسط. تمام. ومن جهة الشرق بيحدها ايه؟ عندنا البحر الأحمر والمحيط الهندي. البحر الأحمر والمحيط الهندي، وهما بيفصلوها عن قارة ايه؟ آسيا. بيفصلوها عن قارة آسيا. تمام. طيب ايه اللي موجود في الجنوب؟ أقول لك طبعا مش هنتكلم عن الجنوب. ليه؟ مش هنتكلم عن الجنوب عشان انت معندكش حتة عريضة تحت، ماشي، لأنها عاملة زي بوز المثلث كده، فمبنقولش الجنوب في قارة أفريقيا. طب في الشرق قلنا البحر الأحمر والمحيط الهندي. طيب نيجي بقى لجهة الغرب، فبنلاقي عندنا الإيه؟ المحيط الأطلنطي. المحيط الأطلنطي دوت بيفصلها عن قارتين اللي هما قارة أمريكا الشمالية وقارة أمريكا الجنوبية. يعني عندنا المحيط الأطلنطي دوت بيفصلها عن قارتين، قارة أمريكا الشمالية وقارة أمريكا الجنوبية. طيب بعد كده عايزين نعرف هي أفريقيا بتقترب من قارة أوروبا من فين بالظبط؟ هتلاقي إن قارة أفريقيا تقترب من أوروبا عند مضيق جبل طارق. عند مضيق جبل طارق. وتقترب من قارة آسيا عند مضيق باب المندب. عند مضيق باب المندب. وتتصل أفريقيا بآسيا عن طريق شبه جزيرة سيناء. عن طريق شبه جزيرة سيناء. طيب هنيجي هنا نتكلم عن إيه؟ هنتكلم عن أهمية شبه جزيرة سيناء. عن أهمية شبه جزيرة سيناء. فبنلاقي ليها أهمية حضارية وكذلك لها أهمية استراتيجية. طيب نتكلم عن الأهمية الحضارية الأول، فبنلاقي إن دخل عن طريقها لمصر وأفريقيا بعض الثقافات والحضارات. الثقافات والحضارات اللي جت من آسيا، اللي كان إحنا قلنا إن أفريقيا كانت متصلة بآسيا عن طريقها. وكل الثقافات والحضارات اللي تيجي من آسيا هتخش منين؟ هتخش من شبه جزيرة سيناء. طب إزاي؟ زي ايه الثقافات والحضارات اللي دخلت من شبه جزيرة سيناء لمصر بلدنا وافريقيا؟ اقول لك زي الحضارة الاسلامية. انت ناسي ان المسلمين جم بالجيوش بتاعتهم ودخلوا من شبه جزيرة سيناء ودخل الاسلام مصر، وبعد ما الاسلام دخل مصر هينتشر في افريقيا، يبقى عن طريق شبه جزيرة سيناء دخل لمصر وافريقيا بعض الثقافات والحضارات زي الحضارة الإسلامية. وكمان برضو دخل عن طريقها لمصر وأفريقيا الحملات العسكرية. الحملات العسكرية هنلاقي الجيوش اللي كانت أيام زمان لما كنا نيجي نقرأ ونشوف التاريخ هنلاقي جيوش كتير جت من آسيا دخلوا مصر بلدنا. طبعا دخلوا منين؟ أقول لك برضو دخلوا عن طريق شبه جزيرة سيناء. طب ده معناه إيه؟ ده معناه لو أنا عايز أحافظ على أمن مصر وأمن أفريقيا لازم تبقى متأمنة. لازم شبه جزيرة سيناء تبقى متأمنة كويس. وبالتالي الحفاظ على أمن سيناء ضرورة للحفاظ على الأمن القومي المصري والأفريقي. المصري والإيه؟ والأفريقي. طيب بعد كده هنتكلم عن إيه؟ هنتكلم عن الموقع الفلكي. الموقع الفلكي. الموقع الفلكي لقارة أفريقيا دوت هنلاقيها. الموقع الفلكي زي ما احنا عارفين برضه إن هو يعني الموقع بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض. تمام؟ يعني إيه الكلام دوت؟ بقول لك أي خريطة بيبقى مرسوم عليها خطوط وكمان دوائر.
الخطوط دي عليها أرقام، مين اللي حطها؟ مش أنا وأنت، لكن هما العلماء هما اللي حطوا الأرقام دي، مرقمين خطوط طول وكمان مرقمين دوائر العرض. تمام. والدايرة اللي تحت دي رقمها كام يعني؟ أنا وأنت هنقرا بس الأرقام الموجودة وخلاص. قالك الخط ده رقمه كام؟ 51. 51 إيه؟ شرق. والخط ده رقمه كام؟ 17 غرب. جبت الأرقام دي منين؟ أقول لك الأرقام دي موجودة على الخريطة، أنا وأنت بنقراها بس. طب الدايرة اللي فوق دي رقمها كام؟ قال لك 37.5 شمالا. طب اللي تحت قال لك كام؟ قال لك 34.5 جنوبا. يبقى لما حد يسألني ويقول لي قارة أفريقيا بتقع بين خط كام وخط كام؟ أقول له 51 شرقا و17 غرب. طب بين دايرة رقمها كام ودايرة رقمها كام؟ أقول له بين دايرة 37.5 شمالا ودايرة رقمها 34.5 جنوبا. طب خلي بالك عندك هنا في خط اسمه خط جرينتش. خط ايه؟ جرينتش. خط جرينتش ده أهم خط من خطوط الطول، لأن الخط ده اللي بنبدأ نعد من عنده. لقينا الخط ده معدي عندنا في قارة أفريقيا، يبقى أول معلومة لازم أعرفها في الموقع الفلكي للقارة بتاعتنا إنه بيمر فيها خط جرينتش، يعني خط الطول الرئيسي يمر فيها، ودي أول معلومة. تاني معلومة بالنسبة لدوائر العرض، فاكر دائرة الاستواء؟ دائرة الاستواء ديت عندنا بتمر في قارة أفريقيا. بتمر فين؟ في قارة أفريقيا. كمان عندنا بنلاقي إن إحنا بيمر فيها إيه تاني؟ بيمر فيها دائرة 3 دوائر عرض رئيسية، هي دائرة الاستواء ومدار السرطان ومدار الجدر. ومدار إيه؟ ومدار الجدر. عندنا دائرة الاستواء بتقسم قارة أفريقيا لنصين. تقسم قارة أفريقيا لنصين. كام نص؟ جزء فوق وجزء تحت. طب أنه الأكتر اللي فوق ولا اللي تحت؟ أقول لك اللي فوق ده تلتين مساحتها. اللي فوق تلتين مساحتها اللي هو في نصف الكرة الشمالي. أما اللي تحت، الثلث اللي تحت في نصف الكرة الجنوبي دوت ده الأصغر. تمام. طيب ده احنا كده عرفنا موقع الفلكي، يعني موقع بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض. بيمر بها خط جرينتش، وبيمر بها 3 دوائر عرض رئيسية: دائرة الاستواء ومدار السرطان ومدار الجدر. بتنقسم لجزئين: ثلثي مساحتها في نصف الكرة الشمالي، والثلث الآخر من مساحتها في نصف الكرة الجنوبي. وبكده هي بها أكثر من 70 دائرة. فيها أكثر من 70 إيه؟ دائرة. طيب إحنا كده عايزين بقى نعرف موقع قارة أفريقيا. عرفنا الموقع الجغرافي والموقع الفلكي. طب عايزين نعرف ما النتائج المترتبة على الموقع الجغرافي لقارة أفريقيا. قال لك أدى إلى تحكمها في طرق الملاحة العالمية. أدى إلى تحكمها في طرق الملاحة العالمية. تمام؟ طيب إيه النتائج المترتبة على الموقع الفلكي لقارة أفريقيا؟ قال لك أدى إلى تنوع المناخ بها. أدى إلى تنوع المناخ بها، وبالتالي تنوع النباتات الطبيعية والحيوانات والمحاصيل الزراعية. يبقى كده عرفنا النتائج المترتبة على الموقع الجغرافي لقارة أفريقيا. قلنا أدى إلى تحكمها في طرق الملاحة العالمية، وعرفنا
النتائج المترتبة على الموقع الفلكي لقارة أفريقيا قلنا أدى إلى تنوع المناخ بها، وبالتالي تنوع النباتات الطبيعية والحيوانات والمحاصيل الزراعية. طيب بعد كده عايزين نتكلم عن إيه؟ نتكلم عن أهمية موقع قارة أفريقيا. أهمية موقع قارة أفريقيا. أهمية موقع قارة أفريقيا عندنا 3 حاجات مهمين. أولا أهمية استراتيجية، وأهمية اقتصادية، وأهمية حضارية. طيب بالنسبة للأهمية الاستراتيجية فهي مهمة في كل الأوقات، مهمة في كل الأوقات لأنها تشرف على أهم الممرات المائية. مش احنا قلنا ان عندنا مضيق اسمه مضيق جبل طارق ومضيق باب المندب، وكمان عندنا في مصر قناة سويس. ايوه قال لك ال3 دول اهم الممرات المائية، دول خلى موقع القارة بتاعتنا مهم استراتيجيا. يبقى لما حد يسألني ويقول لي بما تفسر الأهمية الاستراتيجية لموقع قارة أفريقيا، أقول له لأنها تشرف على أهم الممرات المائية. ايه يا عم الممرات ديت؟ اقول له مضيق جبل طارق ومضيق باب المندب، وعندنا كمان قناة السويس. طيب لما نيجي بقى نتكلم عن الأهمية الاقتصادية. الاقتصادية ديت احنا خاصة بالتجارة وكده، أقول لك أيوة طبعا قارة أفريقيا لها أهمية اقتصادية بسبب موقعها الجغرافي وموقعها الفلكي اللي احنا اتكلمنا عنهم. طب فاكر لما انا قلت لك احفظهم، قلت لك سؤالين وقلت لك احفظهم اللي هم النتائج المترتبه على موقعها الجغرافي ده، قلنا ادى الى تحكمها في اهم طرق الملاحه العالميه. طب موقعها الفلكي ده ادى الى ايه؟ قال لك لتنوع المناخ بها، وبالتالي تنوع النباتات الطبيعيه والحيوانات والمحاصيل الزراعيه. انت من ساعتها بتقول لي ليه؟ خلي بالك من السؤالين دول اهو كده، انت عرفت ليه؟ علشان احنا هنكتبه هنا. فلما يجي يقول لك الأهمية الاقتصادية بسبب موقعها الجغرافي أدى إلى تحكمها في أهم طرق الملاحة العالمية، وموقعها الفلكي أدى إلى تنوع المناخ بها، وبالتالي تنوع النباتات الطبيعية والحيوانات والمحاصيل الزراعية. طب بالنسبة للأهمية الحضارية فنلاقي إنها قامت على أرضها أقدم الحضارات في العالم، مثل الحضارة المصرية القديمة في مصر، وعندنا كمان حضارات أخرى زي حضارة كوش اللي في السودان. واخدين قبل كده يبقى في السودان قامت حضارة اسمها إيه؟ حضارة كوش. وفي حضارة أول مرة نسمع عنها اسمها إكسوم، حضارة إكسوم في إريتريا وأثيوبيا، في إريتريا وأثيوبيا. وعندنا حضارة أخرى اسمها حضارة قرطاج. حضارة قرطاج ديت موجودة في تونس. كل دي حضارات قامت في قارة أفريقيا. يبقى هي كده مهمة حضارية ولا مهمة حضارية؟ لا مهمة طبعا، لأنها قامت على أرضها أقدم الحضارات في العالم. ولازم أحفظ كل حضارة قامت في أنهي بلد بالظبط. فعندي الحضارة المصرية القديمة كانت عندي في مصر، وحضارة كوش هقول له في السودان، وحضارة أكسوم في إريتريا وأثيوبيا، وحضارة قرطاج هقول له في تونس. فهو خلي بالك لأنه بيسألك الحضارة دي قامت في أنهي دولة، فلازم أبقى عارف كل حضارة قامت في أنهي دولة. تمام؟ طيب احنا كده خلصنا الجزء الأول من درسنا اليوم، وإن شاء الله موعدنا في الجزء الثاني من هذا الدرس. استودعكم الله.